هو فين؟ هو فين يا جماعة؟ هو فين بزيرة؟ محدش شاف بزيرة يا جماعة؟ كان في المفروض النهارده لعيب جامد أوي جاي النهارده اسمه بزيرة، هو نسي إن عنده ماتش النهارده ولا إيه؟ فين بزيرة يا جماعة؟ محدش شافه راح فين؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يمكن تاه في الطريق وهو جاي، أصله مش من هنا. أصله مش من هنا جديد. تاه في الطريق وهو جاي ولا إيه؟ كان عنده ماتش النهارده محدش شافه؟ محدش شاف بزيرة راح فين؟ يا جماعة عايزين ندور على بزيرة يا جماعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يلا نشوف الماتش الجاي إن شاء الله، يمكن يجي يمكن بفكروه. قولوا له يظبط المنبه لو حد يعني يعرف. خليه يظبط المنبه يمكن يجي المرة الجاية إن شاء الله. كان في طالعين بيه السما قوي كده وبتاع ومفيش منه اتنين وحاجات غريبة كان بنسمعها يعني عن بزيرة ده. يلا بس كل ده للأمانة ذنب حسن شحاتة. يا جدعان يا جدعان، انتوا كنتوا ماشيين كويس وسالكين ونيتكم صافية، تقلبوا على الراجل الغلبان الطيب الكبارة. ده راجل تعبان حتى يا جماعة. طب احترموا سنه، احترموا انجازاته، احترموا تاريخه، احترموا اسمه. يا نهار ابيض، عشان خاطر مين؟ عشان خاطر بزيرة؟ عشان خاطر بزيرة تقلبوا على حسن شحاتة؟ حسن شحاتة أسطورة تاريخية للزمالك والمصر، أسطورة وهو لاعب وأسطورة وهو مدرب. حرام عليك. اهو ذنبه اهو. فين بزيرة؟ راح فين؟ شفتوا بقى ذنب حسن شحاتة؟ شفتوا ان هي بتمشي بالسلكان؟ والله بتمشي بالسلكان. سبحانك يا رب. الاهلي استحق الفوز، استحق الفوز مش عشان الاهلي كويس، لا، علشان الزمالك يعني ما بقاش سالك وقلبوا على حسن شحاتة. ذنب الراجل الغلبان اللي بتقلبه. هو ذنبه ايه؟ هو ذنبه ايه؟ هو اللي نزل يعني التوقيت، هو اللي نزله الفيديو ده متصور من زمان متسجل، وميدو هو اللي نزله دلوقتي، فحسن شحاتة ملوش ذنب. قعدوا يقولوا اشمعنى قبل ماتش الاهلي، اشمعنى قبل. هو ملوش ذنب. هو اللي شغال في قناة النهار؟ لا. هو عمل انترفيو ماشي وخلاص وروح وبقاله اسبوع ولا اسبوعين. بس اللي نزله في الوقت ده هو اللي يتكلموا معاه بقى، احنا مالنا. انما يا عيني حسن شحاته لا، ما يستاهلش منكم كده يا عم. عاتبه يا عم، قول له يا حاج انت يعني معلش يا حاج، لا ده راجل كويس بتاع بأدب باحترام. انما اللي انتوا عملتوه ده الصراحه يعني ده ذنبه اللي حصل لكم النهارده. بس وعشان هي كانت ماشيه معاكم بالسلكان، فمن الاخر لما انتوا جيتوا على الراجل يا عيني اهو وقفت معاكم اهي عادي جدا، عادي بكل بساطه. زي ما كانت ماشيه معاكم بكل بساطه. فرحتوا لكم شويه حلوين وانبسطتوا وهيصتوا، كفايه عليكم كده بقى. هي لازم تمشي كده، شويه كده وشويه كده، ما مش كله بقى علينا يعني. فالحمد لله الحمد لله. اخيرا اخيرا اخيرا، انا مش فاكر الاهلي طلع بكلين شيت من امتى بصراحه. الاهلي يا جماعه يفوز على الزمالك في ليله حمراء حمراء حمراء، ثلاثه حمراء بثلاث اهداف مقابل لا شيء. 3-0، 3-0، 3 على الابيض، 3 بدون مقابل. 3 بدون مقابل. من زمان النتائج دي والله، من ايام عماد متعب بقى والعالم الحلوه. فكرتونا بالذي مضى والله. ده انا توقعت ان ممكن يجي اكتر، بس للاسف يعني الاهلي في الشوط التاني برضو ايه يعني، دايما بيقع، وكمل عادته برضو وقع شويه في الشوط التاني. سبحان الله. النهارده مين اللي يتألق؟ بن شرقي ده اللي كان قاعد على الدكة طول السنة، قاعد على الخط بره طول الموسم، ما قاعدينه على الخط. شوف بن شرقي بيعمل ايه النهارده. ده يقعد على الخط ده يا جماعة بالذمة؟ لعيب زي ده يقعد على الخط؟ لعيب زي ده وديه آخر الدنيا يلعب في حتة تانية خالص. طب ليه يا جماعة؟ ما هو حتته هي حلوة وجميلة وبيلعب وبيأدي. حطه مهاجم ماشي أدى، حطه بقى ليفت أدى. حطه في اليمين ليه؟ خلاص ما تحطوش في اليمين يا عم. جربته في اليمين 33 مرة وما نفعش. مصمم برضه قعدته على الدكة. طب مش حرام؟ مش حرام لعيب زي ده يقعد على الدكة؟ قاعد على الدكة طول الموسم. سبحان الله. مين كمان تألق النهاردة؟ تلاقي بيكهام تألق النهاردة. بيكهام اللي كان بيترقص من طوب الأرض هو ده بيكهام. انا بقيت قاعد اقول يا سبحان الله، ده بياخدهم يمين وشمال وسبعات وانصاص ومقضيها خالص يعني. سبحان الله. وعمل اسيست الجون الاول ومية مية هو ده بيكهام اللي بتاعنا اللي يا جماعه، اللي كان بيسيب المهاجم يجيب الجون بدماغه عادي ما بيخشش عليه. هو ده بيكهام اللي كان بيسيب اي حد يرقصه عادي ما بيخشش عليه. هو ده.
فانا بصراحه مستغرب. اللعيبه النهارده كانوا كلهم رجاله بصراحه وادوا على المسؤوليه. بس يعني انا شايف ان هم دايما النادي الاهلي بينزل الشوط الاول او اول الشوط الاول، اول 10 دقائق ربع ساعه، ضاغط ضاغط ضاغط، بيضيع فرص. حظه النهارده بقى ان الفرص دي جت ليه؟ ذنب حسن شحاته. يا سبحان الله، حظه النهارده نزل ضاغط وجاب الفرص. فطبعا الماتش، اي ماتش الاهلي يعني لو حصل معاه نفس اللي حصل دوت كان الاهلي هيتالق فيه. ولكن كانت الماتشات اللي فاتت كلها واقفه ومعانده مع الاهلي. النهارده الحمد لله مشيت شويه، فتألق لعيبه كتير جدا من النادي الاهلي. قلنا اولهم بن شرقي، شفنا حسين الشحات ادى مستوى طيب جدا، احمد رمضان بيكهام كان ممتاز. كمان كان في تألق من شوبير، رغم ان هو ما جاتش عليه غير مثلا كرة ضربة الجزاء، كانت اول كرة تتشاط عليه، وكرة الجزيري. هم دول تقريبا بس كانوا كورتين صعبين جدا جدا طبعا، وتألق فيهم تألق كبير جدا جدا. وسبحان الله، سبحان الله، احنا اول الموسم جبنا وينجات زيزو بقى على تريزيجيه بقى، وعندنا الشحات وعندنا بن شرقي وينجات. قلنا بس ده الاهلي بقى ايه، الوينجات عنده اتقفلت ومش هنشوف طاهر ده تاني. وسبحان الله، طاهر بيلعب اساسي. طاهر يعني ده دليل على الاجتهاد يا جماعه، وان ربنا بيدي فعلا المجتهد، واللي عاوز فعلا يدي، واللي عاوز يجتهد، واللي عاوز يلعب، واللي فعلا بيتعب. مش لازم تكون انت عبقري ولا احسن واحد ولا امهر واحد ولا احرف واحد، لا، بس انت مجتهد وبتعافر وبتمسك في الفرصه وما بتسيبهاش. طاهر نزل 3 4 دقائق في ماتش سموحه، جاب جون، هوب بس خلاص نزل الماتش اللي بعديه اساسي، الماتش اللي بعديه اساسي، بقى اساسي دلوقتي. رغم ان انت عندك ونجات مصر كلها، ونجات مصر كلها عندك في الاهلي، وطاهر بيلعب اساسي عليه. فسبحان الله، يعني زيزو قاعد على الدكه او مصاب، وعندك الشحات بيلعب في نص الملعب، وعندك بن شرقي وتريزيجيه، وطاهر بينزل اساسي في وسط كل دول. ده شيء بصراحه اول الموسم انا كنت اعتبره ضرب من الخيال. ولكن ماتش قمه وماتش بيراميدز نزل اساسي، كل ده بسبب اجتهاد، بسبب ان هو لما نزل 3 دقائق 5 دقائق 4 دقائق دقيقه بيأدي وبيعرق وبيعمل اللي عليه وبيتألق وجاب جون. ربنا بيكرمه، ربنا بيكرم اللي بيتألق، اللي بيجتهد، اللي بيتعب، اللي بيشقى، اللي بيحترم لقمة عيشه، اللي بيجري على لقمة عيشه، اللي بيحترم التيشيرت اللي هو لابسه، اللي بيحترم الجمهور اللي وراه، اللي عنده دم، اللي عنده روح، اللي عنده عزيمة وإصرار. فده مثال لطاهر بصراحة. طاهر يعني نزل النهاردة برضو، كان ليه دور مهم جدا مع النادي الأهلي. فسبحان الله، دي برضو حاجة غريبة جدا. برضو في شيء عجيب جدا شفته النهارده، الى حد ما تورب بيقف على الخط يا جماعه، وساعات كمان كان بيتعصب كده شويه على اللعيبه. يعني هو كان دايما بارد وبيقع، هو برضو النهارده كان بارد، بس يعني برضو كان ايه، متنحرر النهارده شويه. فدي برضو كان شيء غريب، ايه التحول اللي حصل، في سحر حصل في الفرقه تقريبا. جم قروا عليهم حاجه تقريبا ولا بتاع، جابوا شيخ، ما تعرفش ايه اللي حصل النهارده. فالنهارده كان في حاجه غريبه في الفرقه، بس حصلت قبل كده عادي يعني. شفنا قبل كده والله، انا على ما اتذكر كان في موسم تقريبا 2003 2004 حاجه زي كده، كان الاهلي برضو واقع جدا وعمال يخسر ويتلطش، وسنتها خسرنا من الاسماعيلي 4-0. 4-0 كانت نتيجه كارثه وازمه وكنا هنتجنن برضو، والجمهور كان هيتجنن ساعتها. فجاه جه جوزيه، ما تعرفش، كان ساعتها سميناه الساحر، فرقه اتحولت بقت فرقه تانية. ماتش العوده مع الاسماعيلي غلبناه 1-0 وصعدنا للدور الثاني، كانت البطوله العربيه ايامها، ولعبنا الهلال وتعادلنا معاه، وبعد كده ايه، خرجنا من البطوله وانسحبنا. بس بدأ بقى جوزيه يعني بصراحة كأن في لعيبة تانية، أهلي تاني، ناس تانيين اللي بيلعبوا فرقة تانية، ما تعرفش يعني الفرقة اتحولت. كان زي معاه عصا سحرية كده، عمل كده اهو بالظبط. الماتش ده حد برضو تقريبا جاب عصا سحرية عمل للعيبة والمدرب كده يعني. فسبحان الله، ده اللي حصل، وده الموقف اللي جه في دماغي لما شفت اللي حصل النهارده ده. الماتش اللي فات نتغلب 3-0، الماتش دوت ننزل نغلب الزمالك. انا بصراحه كنت حاطط ايدي على قلبي على الماتش ده بصراحه، ما كنتش متوقع خالص اللي حصل ده، واعتقد مفيش حد توقع النتيجه دي نهائي. اللي يا جماعه حد منكم كان متوقع نتيجه زي ديت يعني يقول لي، يعني يبقى ده مخاوي من الاخر، يعني يبقى انسان مخاوي. انا ما كنتش متوقعها خالص خالص. احداث المباراه طبعا كانت
يعني بدأت حماسية جدا جدا من الفرقتين كانوا ضاغطين كويس جدا وضغط قوي جدا على بعض، ولكن الغلطة جت الأول من نادي الزمالك. فلما الغلطة تيجي من نادي الزمالك والأهلي يستغلها، بتشوف الماتش بالطريقة ديت. وتقريبا عشان السلكان بتاع الأهلي والسلكان اللي راح من الزمالك، فالكرة دي جت جول برفعة احمد رمضان بيكهام اللي تألق النهارده، وعلى راس اشرف بن شرقي ليحرز الهدف الاول للنادي، اللي طبعا اشرف بن شرقي رجل المباراه يعني اكيد. يعني الجون الثاني بعديه على طول اشرف بن شرقي برضو عملها لحسين الشحات اسيست، وجاب حسين الشحات الهدف الثاني للنادي الاهلي. نزلنا الشوط الثاني اللي انا كنت خايف منه وحاطط ايدي على قلبي. دايما الاهلي بيجي في الشوط الثاني تلاقيه في ما تشوفش اللعيبه وما تشوفش حاجه، ما تشوفش الا النور، يعني عينك ما تشوفش الا النور في الشوط الثاني. وده حصل فعلا، ولقينا طبعا هادي رياض دخله يعني بصراحه غبيه جدا، دخله مش احترافيه نهائي على بنتايج. وبعدين بنتايج بيقع جوه منطقه الجزاء وبياخد ضربه جزاء اللي بيتالق فيها مصطفى شوبير. بعديها برضو بتتحسب ضربة جزاء للأهلي مستحقة مليون في المية، الكرة اللي خبطت في إيد شحاتة وبيضيعها تريزيجيه في العارضة. يعني بصراحة تريزيجيه النهاردة مش محظوظ، أو من أول الموسم هو مش محظوظ بقى. من أول ضربة الجزاء بتاعت إنتر ميامي هو مش محظوظ خالص الموسم ده، ولكن بيعافر وبيجتهد، ونتيجة اجتهاده ده ربنا كرمه وهو هداف الدوري لحد دلوقتي. فطبعا ديت يعني كانت حظ عسر. فرصة كمان تانية ضاعت من تريزيجيه كان خطر جدا جدا، فطبعا كان نفسي تريزيجيه يهدف النهارده ويجيب جون، ولكن الحظ ما كانش ماشي معاه النهارده. بعد كده بعد ضربة الجزاء ديت تيكي تاكا بقى اهلاويه بقى، الاهلي بقى يلعب بقى ايه تيكي تاكا. رمضان بيكهام جاي من ورا اداها تريزيجيه، تريزيجيه لامام عاشور، امام عاشور ثرو لمين؟ لنجم الماتش اشرف بن شرقي اللي بيحط مهاره عاليه جدا جدا جون في مهدي سليمان، ويبقى النتيجة 3-0. ودي كانت أهداف المباراة والنتيجة، ولكن كانت أحداث المباراة كلها تقريبا وان سايد جيم. أنا ما شفتش الزمالك راح على جون تقريبا بتاع شوبير غير قليل جدا، كانت كلها بيحوموا كده من حوالين المنطقة وبيحاولوا، بس الأهلي كان مقفل كويس والدفاع بصراحة أدى دور قوي جدا النهاردة. خصوصا كوكا تألق يعني بصراحة، حط بزيرة في جيبه تاني لتاني مرة على التوالي. فالحمد لله ان بالعمر اتصاب علشان كوكا اللي ينزل الماتش ده علشان ما نشوفش بزيرة. وطبعا كان في كورة خطر جدا لبزيرة، كان توغل فيها ودخل كده بيخترق من الناحية اليمين لمنطقة الجزاء جنب الكورنر، ولكن الحمد لله في توقيت مثالي وعرقلة مظبوطة 100%، توقيتها مليون في المية صح. لأن لو كان بزيرة كمل سنة كان هياخد ضربة جزاء من جوه المنطقة، يا إما كان ممكن هتبقى فرصة خطر جدا جدا وفرصة هدف محقق لنادي الزمالك. ولكن ياسين مرعي لحقه قبل ما يخش منطقة الجزاء وخد فيها انذار، مش مشكله يعني، بس هي كان لازم يتعمل فيها كده، ده الحل الصح بتاعها. ودي الكره الوحيده تقريبا اللي شفت فيها بزيرة طول الماتش يعني. طبعا ياسين مرعي اللي طلع الكره ديت وطلع كره تانية برضو بدماغه قبل دماغ عدي الدباغ برضو كانت قويه. فدفاع الاهلي النهارده كان كويس جدا بصراحه. مفيش غير الهفوه بتاعه هادي رياض لما دخل على رجل بنتايج في ضربة الجزاء اللي اتحسبت علينا. بس الحمد لله الحمد لله تألق مصطفى شوبير، ويعني النهاردة كان ربنا كرمنا وعرف ان هو يطلعها، فدي حاجة كويسة جدا. في حاجة كمان كنت عايز اتكلم فيها النهارده. طبعا يعني كان نفسي تريزيجيه يجيب جون زي ما قلت لكم، برضو كان نفسي محمد شريف ينزل ويجيب جون، ولكن نزل مروان عثمان. بصراحة كان يا ريت يعني ينزل محمد شريف مكان مروان عثمان، كنت اتمنى يعني. مروان عثمان هينزل ما اعتقدش ان هو كان هيعمل حاجة، انما شريف كان ممكن يعمل حاجة كويسة في الماتش دوت، بيحب هو الماتشات ديت ودي ماتشاته. ديانج خد شارة الكابتن، متهيألي دي أول مرة في تاريخه يعني ياخد شارة كابتن النادي الأهلي في آخر المباراة النهاردة. كمان يعني عايزين نتكلم على جدول الدوري بعد الماتش دوت. بعد الماتش ده يا جماعة الدوري طبعا بيولع، ولكن لا تزال فرص الأهلي صعبة جدا 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 للأسف الشديد. كده الزمالك يتوقف رصيده عند 50 نقطة،
بيراميدز كسب النهارده انبي 3-2 وبقى رصيده 50 نقطه متساوي مع نادي الزمالك، لكن فرق المواجهات المباشره في صالح نادي الزمالك. يعني لو استمر التساوي الزمالك هو بطل الدوري. الاهلي يليهم برصيد 47 نقطه في المركز الثالث. طبعا سيراميكا برضو خسر النهارده من المصري، رصيده بيتوقف عند 43 نقطه في المركز الرابع. يبقى كده الزمالك 50، بيراميدز 50، الاهلي 47 وفاضل ماتشين. الاهلي 47 وفاضل ماتشين. طب الاهلي عشان ياخد الدوري ايه اللي يحصل؟ لازم الزمالك يقع في ماتش، يتغلب ماتش، ولازم بيراميدز يتغلب ماتش ويتعادل ماتش. للاسف الشديد لازم بيراميدز يتغلب ماتش ويتعادل ماتش. يعني من الاخر بيراميدز غلب ماتش يبقى خلاص فرص الاهلي في الدوري راحت، ولكن هيتبقى له ممكن، يعني لو بيراميدز مثلا هقول ايه، طب ما هو الاهلي كده مش هيعدي بيراميدز، يبقى الامل ان الاهلي يلعب في افريقيا، ان الزمالك هو اللي يتغلب بقى، ان هو اللي يتغلب ماتش، يبقى كده ممكن في امل ان الاهلي يلعب في افريقيا. بصراحة النتيجة ديت هي يعني المستفيد الأكبر والأول منها هو نادي بيراميدز. إن الأهلي يكسب الزمالك دي المستفيد الأول والأخير منها هو نادي بيراميدز. ولو حصل والزمالك تعثر في أي مباراة، طبعا بيراميدز هتبقى فرصته هي الاكبر بنسبه كبيره جدا ان هو ياخد الدوري، وفي الحاله دي هيبقى الاهلي هو اللي اداله الدوري. تخيل انت الاهلي هو اللي ادى بيراميدز الدوري بفوزه على الزمالك النهارده. فهنشوف يعني علشان الاهلي ياخد الدوري زي ما قلنا لازم الزمالك يتغلب ماتش، ولازم او يتعادل الماتشين. يعني مش لازم يغلب ماتش ويتغلب ماتش، او يتعادل الماتشين برضو الاهلي هيبقى. برضو بيراميدز لازم يعني يتعادل الماتشين او يغلب ماتش ويتعادل ماتش، بشرط ان الاهلي يغلب الماتشين اللي فاضلين له، بشرط ان الاهلي يفوز في الماتشين اللي فاضلين له. ده الشرط الوحيد، اللي هما الاهلي يكسب الماتشين اللي فاضلين له مع تعثر بيراميدز في الماتشين اللي فاضلين له، علشان يقدر الاهلي ياخد الدوري. غير كده الاهلي مش هياخد الدوري. علشان ياخد افريقيا، علشان الاهلي يلعب في افريقيا ياخد المركز الثاني بقى، يعني لازم اعتقد ان بيراميدز هو اللي ياخد الدوري، والاهلي هيجي وراه مركز تاني، والزمالك هو اللي هيروح كونفدراليه في الحاله دي. بص الماتش ده ممكن يقلب الدوري تماما، ممكن يقلب الدوري تماما. ممكن تلاقي بيراميدز والزمالك بيخبطوا في بعض بعد كده، ركبهم تخبط في بعضها وتلاقيهم يقعوا، بس فرص ان هم يقعوا في الماتشين دي صعبه، ممكن يقعوا في ماتش. فلو وقعوا في ماتش الزمالك، لو وقع في ماتش الاهلي هيركب فوق الزمالك، ولكن هيكون بيراميدز هو اللي هياخد الدوري في الوقت ده، وهيبقى الاهلي هو اللي ادى بيراميدز بطولة الدوري واهداها له. وفي الحالة دي طبعا هيكون يعني المفروض يشكرونا بقى، ضيعنا منهم الدوري السنة اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها، ولكن يعني لو خدوه السنة دي يعني هي ديت هتبقى ايه، اول دوري لنادي بيراميدز، وهو فرصه كبيرة جدا دلوقتي بعد النتيجة ديت، وهو المستفيد الاكبر منها. فهنشوف هل هيتعثروا الزمالك وبيراميدز والاهلي هيقدر يخش اول او تاني ولا لا. والى اللقاء في حلقة قادمة ان شاء الله.